مساء الخير على الجميع. أخيرا أسدل الستار على بطولة الكان بكل ما فيها من تفاصيل، بحلوها بمرها بخيرها بشرها بكل حاجة. انتهت أخيرا والمنتخب السنغالي أسود الترانجا بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في مدينة المغرب بعد الفوز على المنتخب المغربي العنيد والقوي جدا بنتيجة 1-0 في مباراة ماراثونية استمرت لأشواط إضافية 120 دقيقة بالتمام والكمال. استطاع فيها المنتخب السنغالي أن يخطف هدف المباراة الوحيد ليحصل به على البطولة والتتويج للمرة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية. مليون مبروك لمنتخب السنغال، استحق الفوز عن جدارة واستحقاق. هارد لك للمنتخب المغربي المبدع المبهر، أدى مباراة قوية جدا جدا تليق بنهائي أنا بعتبرها من أفضل المباريات النهائية اللي اتلعبت في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. منتخبين أقوياء جدا، منتخبين كانت المباراة راحة وجاية بينهم، كانت سجال بينهم، ده استحوذ الشوط وده استحوذ الشوط، ده كان بيهدد وده كان بيهدد، وده طبعا شفناه وكان واضح جدا وجليا من خلال الإحصائيات اللي شفناها. المباراة كانت متكافئة جدا، بالعكس كان المنتخب المغربي أقوى وأفضل في بعض الفترات، واللعيبة ضيعت فرص كتيرة جدا لو استغلها المنتخب المغربي لخرج فائزا بدون أي أشواط إضافية. ولكن هارد لك للمنتخب المغربي، كنتوا رجالة، لعبتوا ودافعتوا عن البطولة لحد آخر ثانية في اللقاء. ولكن هي دي كرة القدم، المنتخب المغربي كان حاطط رجل على منصة التتويج والرجل الأخرى خارج منصة التتويج عشان كورة في آخر دقيقة في المباراة تحسب ضربة جزاء. أنا من وجهة نظري شايف إن الهدف بتاع المنتخب السنغالي، إذا الهدف ما اتحسبش دي ما تتحسبش ضربة جزاء، الاتنين فيهم مسك. تحسب الهدف وتحسب ضربة الجزاء، ما تحسبش الهدف. ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء لا خلاف عليها من وجهة نظري أنا. ضربة الجزاء واضحة وجلية، الكل يشوفها، ضربة جزاء صحيحة 100%. ولكن الهدف صحيح 100%، لأن المسك اللي تعرض له أشرف حكيمي لا يرتقي، اللي هو دي مشاحنات، يعني أن أنا بفلت من اللاعب، أن أنا بروح واجي، إنما ما فيهاش أي حاجة تستحق ان الهدف يتلغي. فشايف ان ادام الحكم كان حسب الهدف وكان حسب ضربة الجزاء. ولكن مش المسؤولية على الحكم يا جماعة، كل عمال يقول لك الحكم لما صفر في كرة حكيمي فاول، الفار أكد له المعلومة، الفار اكد له المعلومه ولغى الهدف. في ضربه الجزاء برضو الحكم ما حسبش ضربه جزاء، الفار اللي رجعه وحسب هو ضربه الجزاء. يعني الحكم انا ما شفتش اي قرارات تحكيميه اثرت على نتيجه المباراه من خلال الحكم، بالعكس الفار هو اللي اتدخل. الحكم كان ماشي بالمباراه كويس جدا من وجهة نظري، من وجهة نظري أنا الحكم عمل مباراة كويسة جدا، ما ظلمش أي حد. هي المعضلة والجدل التحكيمي كله على كورة الهدف اللي اتلغى، إنه كان لازم يحسب، وضربة الجزاء صحيحة 100%. ولكن تنفيذ إبراهيم دياز لضربة الجزاء هي دي الطامة والكارثة الكبرى. وليه إبراهيم دياز هو اللي داخل يشوط؟ إبراهيم دياز مش هو المسدد الاول في منتخب المغرب طالما موجود اشرف حكيمي في الملعب. طول عمرنا عارفين ان المنتخب المغربي اللي بيسدد ضربات الجزاء يا اما اشرف حكيمي، وتاني حد كان بيبقى النصيري. ليه المره دي ابراهيم دياز دخل؟ انا ما بقولش كده بقلل لك من قيمه دياز، بالعكس دياز كان من احد مفاتيح لعب المنتخب المغربي واللي وصلهم للنهائي من خلال أهدافه المؤثرة والصناعة. لاعب مهم جدا ولاعب مفيد جدا، ولكن في وقت زي ده لا، مش محتاجة ده محتاجة لاعب خبرة، لاعب راكز، لاعب هادي جدا يخش يشوط بكل ما أوتي من قوة. انت بتتكلم في ضربة جزاء، يمكن أهم ضربة جزاء في تاريخ المغرب، يخش ابراهيم دياز بكمية الرعونة والاستهتار على طريقة بانينكا. ليه انت بتلعب في اخر دقيقة في الماتش وضربة جزاء هتحطك على منصة التتويج وتفوز بالبطولة؟
ليه؟ ومين كان صاحب القرار؟ ان ابراهيم دياز، وازاي سمح لابراهيم دياز؟ انا قلت لك من الاول الركراكي ضعيف جدا، مش ما لا يصلح للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان لازم مدرب قوي، سي في قوي جدا، يقدر يسيطر على كمية النجوم اللي موجودة دي. الركراجي بتاع تصريحات، بتاع اقوال متضاربه، بتاع التصريح وعكسه. ازاي ياخد القرار ان ابراهيم دياز هو اللي يشوط اهم ضربه جزاء للمغرب؟ حكيمي موجود، دي مش عايزه اي حنيه، ده انت تخش على طول بوش رجلك في قلب الجون، في قلب الجون. حدد زاويتك وخش شوت بما اوتيت من قوه، حتى لو الحارس عمل عليها تراي، من قوه الكره هتخش. انما انا اخش في الدقيقه 97 ولا الدقيقه 96 واضيع الكره دي؟ لا 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 لا، هي من اسوأ الليالي اللي هيشوفها ابراهيم دياز في حياته. فاكرين ركلة باجيو بتاع ايطاليا؟ هي نفس الحكاية، مات واقفا ابراهيم دياز، مات واقفا. ما كانش من المفروض ان ابراهيم دياز يخش يشوط الضربة دي تماما في وقت زي ده. اقول لك لو في بداية المباراة اوكي مفيش مشكلة، في مجال للتعويض وتقدر تكمل وتلعب مفيش مشكلة، ولكن ابراهيم دياز عمل احباط كبير جدا للعيبة. لما تخش تلعب خلاص، انا خلاص كنت بستعد ولعبت واقفة على الخط مستعدة تنزل علشان تفرح بالبطولة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. المنتخب المغربي عمل بطولة محترمة جدا جدا، بغض النظر عن الأحداث المؤسفة اللي حصلت خلال البطولة. ولكن انا بقول لك المنتخب المغربي منتخب قوي جدا، منتخب منظم، منتخب يستحق الاحترام والتقدير. نيجي للموضوع التاني، هو ليه الشماتة في منتخب المغرب؟ ليه يا جماعة الشماتة في منتخب المغرب؟ يعني انا مش شايف، يعني الموضوع مأفور قوي يعني. ليه بنشمت في منتخب عربي شقيق؟ واللي هيقول لي غير كده ما بيفهمش حاجة. هو في النهاية دي كورة، دي اسمها كورة، كرة قدم معمولة للمتعة وللتسلية. مش معقول هتكون وسيلة كره بين شعبين. يا جماعة احنا شفنا العداء والكره بيوصل لفين، لدرجة ان احنا شفنا في ناس بتموت بسبب لعبة كان المفروض معمولة علشان توحد الشعوب وتجمع الشعوب. لا، ده دلوقتي بقت وسيلة لضرب الشعوب والحقد على الشعوب وكره الشعوب. ليه الشماتة في منتخب المغرب يا جماعة؟ قلنا تصريحات غير مسؤولة من الكابتن حسام حسن، ومقابل تصريحات غير مسؤولة من الاستاذ او الكابتن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي. القلة القليلة اللي صفرت، وده لا يصح ابدا باي حال من الاحوال. النشيد، احترام النشيد الوطني او السلام الوطني لاي دولة واجب مقدس على الدولة مهما كانت كمية الخلافات. قلنا برضو قلة قليلة من هنا، وحصلت قبل كده برضو مع منتخب المغرب في القاهرة. يا جماعة انتوا كلها ايام وهنلعب تاني مع الفرق المغربية والفرق الجزائرية، كلنا عرب يا جماعة. ما يصحش اللي بيحصل، الموضوع مأفور جدا وهيودينا في حتة تانية والله، بجد والله. يا جماعة ما احنا في اجادير، ما هي اجادير دي مغربية، ما كانت بتشجعنا من اول البطولة؟ ولا احنا بناخد حتة ونسيب حتة؟ يعني مدينة أكادير دي مدينة مغربية برضو، كل ما فيها كان بيشجع المنتخب المصري من أول البطولة لحد ما سافروا على طنجة. وبعد تصريحات الكابتن حسام حسن اللي قالها الموضوع تأجج، وبرضه بعد الكابتن وليد الركراكي ما قال التصريحات بتاعته اللي مصر ملهاش دخل فيها، هو طالع بس علشان يعني إيه، يعني يثير الكل حواليه ويعمل ضجة. لا، ما كانش وقتها خالص. يعني انت مالك؟ دي مباراتك انت، ما تتكلمش عن المنتخب المصري. المنتخب المصري خلاص خرج من البطولة ومش البطولة، مالكش حق انت تتكلم على المنتخب المصري. انت كنت تركز في تصريحات اللي خاصة بالمباراة بتاعتك ومباراتك انت، مالكش اي علاقة. ولكن زي ما قلت لك، قلة قليلة من هنا وقلة قليلة من هنا، مش يعني مش ما فيش داعي ان احنا نكبر الموضوع ونوسع الموضوع علشان شوية من هنا وشوية من هنا. يعني ليسوا من العقلاء قوي يأججوا الوضع ويعملوا الفجوة الكبيرة قوي دي. في النهاية احنا بلدين شقيقين. احنا قلنا لا يصح بأي حال من الأحوال اللي اتعمل ساعة النشيد الوطني، ماشي، احترام النشيد الوطني كل حاجة، ولكن الموضوع وسع، الموضوع كبر. فرجاء أرجو من العقلاء ان الموضوع ما يكبرش اكتر من كده، علشان الموضوع هيبقى داخل في منطقة وحشه جدا بجد والله. في خلاص كلها ايام المنتخب الانديه هترجع تلعب في افريقيا، في انديه مغربيه هتيجي القاهره، في انديه مصريه هتروح المغرب. الموضوع لو فضل بالحساسيات دي هيحصل مشاكل كتيره جدا. فيا ريت يكون في تهدئه، يا ريت يكون في يعني مش عايزين العصبيه
والقرارات الانفعاليه توصلنا لمرحله مش هتودينا الخير في كره القدم. كره القدم معموله علشان توحد وتجمع الشعوب، مهما كان الخطأ ومهما كان اللي حصل ما ينفعش. هيودينا في حته مش حلوه والله، حته مش كويسه، حته ممكن تعمل فجوه كبيره قوي بين العرب وبين الاشقاء العرب. ما ينفعش عشان كرة قدم نخسر، الشعوب تخسر بعضها والدول تخسر بعضها والأشقاء يخسروا بعض. علشان إيه؟ علشان كورة اتعملت عشان نستمتع بيها، عشان تجمعنا وتوحدنا زي ما شفنا في كأس العرب. كلنا كنا مع المنتخب الفلسطيني، حتى لو بيقابل منتخب بلدي أنا كنت برضو ببقى عايز يطلع تعادل، ما كانش الأدوار إقصائية، أنا عايزه يطلع تعادل عشان نطلع يعني يبقى خلاص، يبقى حافظنا على حظوظ المنتخب الفلسطيني. ومين فينا ما شجعش منتخب فلسطين في كاس العرب؟ يعني يا جماعه هي اتعملت علشان كده، علشان تجمعنا. انما اللي انا شايفه رايحه بينا في حته مش كويسه، ممكن تعمل فجوه وقطيعه بين شعوب عربيه شقيقه. ما ينفعش باي حال من الاحوال مهما يكن الخطأ. مهما يكن الخطأ، في خطأ كبير، خصوصا لحظة السلام الوطني دي لحظة انا بشوف خطأ كبير جدا. لو ما قلتش كده ابقى راجل يعني مش مصري او مش بغير على بلدي، لا، خطأ كبير. ولكن برضو كانت حصلت قبل كده وبعض من غير العقلاء برضو ساعة النشيد الوطني المغربي في 2006 كان في برضو زوم وتمتمة وتصفير وكده على المنتخب المغربي، والناس طلعوا تفهموا الوضع وقال لك قلة قليلة لا يمثلوا المنتخب المصري، ودول برضو قلة قليلة لا يمثلوا المنتخب المغربي. واكيد هيكون في رد فعل من الجامعة المغربية على القلة القليلة ديت، ولو حتى على سبيل ان هم مثلا يعني ياخدوا موقف من القلة اللي كانت متواجدة دي. لانك مش هتقدر تحاسب الجمهور باكمله على قله قليله من الناس الغير سويه او قله قليله من غير العقلاء. مش هتحاسب دوله كان جمهور يعني مدينه مغربيه بالكامل كان معاك من اول البطوله لحد بقى التصريحات اللي احنا شفناها من حسام حسن ثم وليد الركراكي. لا يا جماعه، لا، هي مش حرب، دي كوره. دي كوره، احترام الشعبين لبعض عمره ما هيتاثر بكوره، ما ينفعش. ما احنا لو تأثرنا بالكورة لا الغوها احسن بقى، يعني الغوها وريحونا. ده لسه بقول لك كمان ايام قليلة الاندية المصرية هتلعب في المغرب والاندية المغربية هتيجي تلعب في مصر، وهكذا وهكذا. ما احنا شفنا يا جماعة جماهير الوداد وجماهير الرجاء وكل حاجة احترامهم، ولما يجي الاهلي بيلعب، لما يجي الزمالك بيلعب، اي فريق مصري بيلعب يا جماعة. ايه اللي حصل؟ مش ما شفناش التأجج والفجوة الكبيرة دي حصلت. زي ما قلت لك تصريحات غير مسؤولة وكان في أخطاء وكلها، ولكن عادي تعدي. مش دي اللي توقف علاقات بين يعني شعبين عريقين، يعني في بينهم علاقات من قديم الأزل يا جماعة. وطلع شيء ناس بتشتم من مغاربة بيشتموا في مصر، ومصر مصريين بيشتموا مغاربة. ليه يا جماعة؟ عشان الكورة؟ ده كله عشان كرة قدم؟ لا 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 والله بجد احنا رايحين في حتة صعبة جدا، حتة صعبة جدا. أرجو من الجميع التريث والتعقل. يا ريت طبعا الجماهير المغربية اللي أنا بحبها وبحترمها تكون مدركة إن كان في خطأ حصل، وكان في خطأ من هنا حصل. يا ريت خلاص نهدى، الأجواء تهدى، الجماهير المصرية تهدى. برضو يا جماعة في النهاية زي ما قلت لك دي كورة، دي كورة. ودي رسالة بسيطة للجمهورين. يا ريت نهدى، يا ريت نهدى، ما نسمحش ان الموضوع يوصل. يعني شجع براحتك المنتخب اللي يناسبك عادي. يعني انت يعني شفت ناس كتيرة قوي شجعت منتخب السنغال، انت حر، انت حر براحتك شجع. انا كراجل مصري وعربي كنت اتمنى فريق عربي ياخدها، ما عنديش ادنى مشكلة، والمغرب كان يستحق من اول دقيقة لاخر دقيقة، كان يستحق. ولكن هي دي الكورة، هي دي الكورة. فيا ريت يعني ايه نهدى، والعقلاء يتدخلوا، وبلاش التصريحات بقى النارية اللي احنا بنشوفها دلوقتي والكلام الفاضي ده كله. مباراة وبطولة وانتهت واقفل ومن اول السطر. نيجي على ساديو ماني. يا جماعة الشارة اللي بتلبسها مش ضروري تلبسها عشان تبقى القائد.
ساديو ماني من أنقى وأنظف اللعيبة في تاريخ القارة الأفريقية بكل حاجة، من قبل حتى من البطولة دي، لا من البطولة الماضية، ومواساته للعيبة، وإن مفيش أفراح عشان برضو احترامه لزميله، وإن يهدوا خالص، ما تعملوش أي حاجة خلاص. وبعد ما المنتخب المصري خرج بدأوا يفرحوا ويهلوا في أوضة اللبس وفي كل حاجة، ولكن احترامه لزمايله. ده قائد بجد، ده قائد بجد. الراجل ده قلبه أبيض نقي والله بجد. ايه اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان بين يوم وليلة ساديو ماني يبقى تاريخ، يعني يبقى حكاية على لسان كل الشعب العربي والأوروبي والأفريقي وكل بيتكلم على ان الشخص ده شخص نقي، شخص كويس جدا، شخص خير الى ابعد درجة. ما تتخيلش اللي بيعمله ساديو ماني في قريته في السنغال. كفاية دار تحفيظ القرآن اللي عملها من وإلى، من البداية للنهاية، بالشيوخ بكل حاجة. أنا لسه عارف المعلومات دي النهاردة والله عن ساديو ماني، ولكن اللي شفته من اللاعب ده لا يؤكد لك إنه لاعب من طراز تاني خالص، لاعب نقي من جواه، كويس من جواه، قلبه أبيض. كل حاجة بيعملها انعكست على منتخبه. ده قائد قدر يساعد منتخبه إن هو ياخد تاني بطولة في تاريخهم، في فجوة زمنية لا تتخطى ال10 سنوات. يعني هي اللي فرقت السنغال بطل النسخة القبل الأخيرة، وبعدين كوتيفوار، وبعدين السنغال تاني. يمكن في 6 سنوات أو 7 سنوات السنغال فرضت أسلوبها وسطوتها على القارة الأفريقية من خلال لعيبة بتلعب في دوريات محترمة، من خلال ساديو ماني من اللعيبة اللي مش هتتكرر تاني. وده يثبت لك ان مش لما تلبس الشارة تكون الكابتن، لا، هي افعال مش شارات. سلام عليكم.